السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا. كنت عايز أشارك معاكم حاجة تقدروا تقولوا إن هي يعني عادة أنا محافظ عليها بقالي فترة طويلة، والعادة ديت بتساعدني بشكل كبير جدا ويعني مريحة لنفسيتي أكتر. والعادة ديت هي توثيق الرحلة. يعني إيه توثيق الرحلة؟ المقصد هنا إنه في كل مرحلة ما أو تجربة بعدي بيها في حياتي بحاول اسيب ذكرى، وكمان اني ادون افكاري، حاجه كده زي فكره تدوين اليوميات، ويعني واللي ليها فوائد كتيره جدا. لكن هنا بتكلم عن فكره ان كل المبادئ اللي انت هتتعلمها والمايند سيتس اللي انت هتطورها هتكتبها في النوتس بتاعتك، سواء في الجوجل كيب بتاع الموبايل او حتى في اي سكتش او اي ورقه هتكتب فيها الافكار اللي جواك ديت او الحاجات اللي انت اتعلمتها. وبالنسبه لي الحقيقه فانا حرفيا بكتب كل حاجه بتعدي عليا، اي موقف عديت بيه، اي تجربه، لو في مشاعر سلبيه متغلبه عليا بحاول ان انا ادونها واكتبها. ولو انا كنت ماشي على سيستم معين ومطبق شويه حاجات معينه والحاجات ديت انا شايف ان لها تاثير ايجابي في حياتي، او السيستم ده بشكل عام يعني مأثر على حياتي بالايجاب، بحاول ان انا اكتب ده علشان انا ممكن ارجع له تاني بعدين، انا ممكن احتاجه. الجانب التاني للموضوع وهو اني في كل تجربه او مرحله بعدي بيها بحاول ان انا اوثق التجربه ديت بصوره، والحاجات ديت رغم انها بسيطه جدا لكنها الحقيقه يعني بتساعدني بشكل كبير جدا، وعلى الاقل يعني بتفرق في نفسيتي بشكل كبير جدا. طيب العاده ديت او الحاجه ديت بتساعدني في ايه؟ اولا بالنسبه لو انا مثلا واحد ماشي على سيستم معين والسيستم ده ناجح ومأثر على حياتي بشكل ايجابي جدا، فانا هبدا ان انا ادون السيستم ده، تمام؟ بعدين مثلا بعد ما تمر الايام انا هعدي على تجربه تانية، التجربه التانية ديت انا ماشي فيها بسيستم تاني مختلف تماما عن السيستم اللي كنت ماشي بيه، وبعدين بشكل ما حسيت انه السيستم اللي انا ماشي عليه حاليا لا مش شغال، مش تمام خالص معايا، فهبدا ان انا ارجع للسيستم القديم ده وابدا اشوف ايه الحاجات الايجابيه اللي انا كنت يعني بحصل عليها نتيجه ان انا كنت بطبق السيستم ده، وابدا ان انا اشوف ازاي اطبق السيستم ده على التجربه الجديده اللي انا ماشي عليها. وحاجه زي دي ما كانتش هتحصل من غير لو انا كنت بدون السيستم بتاعي او حياتي ماشيه ازاي. فالموضوع بيفرق، والموضوع ده برضو مش مقتصر بس على فكره السيستم او ازاي حياتي ماشيه، الموضوع برضو بيشمل فكره العادات او فكره المايند سيتس اللي انت بتطورها. لو انت دلوقتي بتكتب الافكار اللي عندك والحاجات اللي انت بتتعلمها، وبعدين يعني بعد فتره ما نسيت الحاجات ديت، فممكن بشكل ما ترجع تاني للنوتس بتاعتك فتشوف ايه الحاجات اللي انت كنت بتعملها، مش الحاجات اللي انت كنت بتعملها، ايه المبادئ اللي انت كنت متبنيها والمايند سيتس اللي كانت عندك وكانت مخلياك ناجح او مخليه حياتك ماشيه بشكل ايجابي، فتبدا ان انت تطبقها من تاني. ثانيا كتابه الافكار اللي جوه دماغك، ودي واحده من اكتر الحاجات اللي ممكن تصفي ذهنك وتبعدك بقى عن الاوفر ثينكينج والكلام بقى اللي بيتعب الدماغ ده. وبرده فكره ان انت تكتب الافكار اللي جوه دماغك ده هيخليك تقيم تفكيرك، تبقى عارف هل انت بتفكر في حاجه ايجابيه، في حاجه مفيده، ولا دماغك مسوحاك في حاجات ملهاش اي لازمه. غير كده الحاجه اللي جوه دماغك لما تبقى قدام عينيك سواء يعني على الموبايل او حتى على ورقه، لما تشوفها قدام عينيك ده يعني بيساعدك ان انت تريلاكس بشكل كبير جدا، لان الافكار وهي جوه دماغك انت مش شايفها، انت عمال اوفر ثينك وخلاص وعمال تايه كده جوه دماغك ويعني متوتر، لكنها لما تبقى قدام عينيك ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا وهتبقى يعني مرتاح اكتر. الحاجه الثالثه اللي بعد كده وهي حاجه بجد بتفرق في نفسيتي بشكل كبير جدا، انا من شويه ذكرت ان انا بحب اوثق التجارب بتاعتي بصوره، او ان انا اوثق كل ذكرى بصوره. وبعيدا بقى عن فكره ان انا اصلا بحب الصور وبحب فكره تكوين الذكريات، لكن الموضوع ده هيدي لك زي ايفالويشن او نظره عامه للرحله بتاعتك، وهتشوف ايه الستبس اللي انت مريت بيها علشان تبقى هنا. والحقيقه انه احنا بطبيعتنا بننسى الانجازات اللي احنا عملناها، وبننسى اللحظات اللي كنا بنعمل فيها اللي علينا ومؤثرين بشكل ايجابي. فالصور هتخليك تشوف كل ده وهتعرف انت كنت فين وبقيت فين، وهتحس فعلا ان انت بقيت حد تاني، وانه انت مريت بتجارب ومراحل كتيرة قوي علشان تبقى هنا. وده هيحسسك بقيمة الرحلة وهيحسسك بقيمتك اكتر. وبرضو الكتابة وانك تدون الرحلة بتاعتك هيساعدوك في نفس الفكرة دي. فتقدر تقول كده انه الصور وانه التدوين بيخدموا على بعض في نفس السياق. الحاجة الرابعة لها علاقة اكتر بالمشاريع والافكار اللي انت عايز تنفذها. بالنسبه لي الصراحه فانا حرفيا يعني بدون كل فكره بتجيلي، اي حاجه بتيجي في دماغي انا بدونها، لان انا عارف انه كده كده انا هرجع لها تاني بعدين حتى لو ما عملتهاش دلوقتي. يعني على سبيل المثال انا كنت شغال على بلاي ليست كنت المفروض ان انا هقدمها هنا على القناه، ولكن للاسف الوقت ما كانش سامح فاجلت الموضوع شويه. لكن مؤخرا كنت بقلب في النوتس
لقيت الافكار بقى والشوتات اللي انا كنت ناوي اصورها لقيتها مكتوبه عندي في النوتس بالتفاصيل طبعا، فبدات احس ان انا متحمس ان انا ارجع ان انا اشتغل على البلاي ليست دي من تاني. فبجد الموضوع حلو جدا ان انت كده كده الافكار اللي عندك في دماغك مش هتروح على الفاضي، هي موجوده وممكن يجي لها وقتها. الحاجه الاخيره وهي حاجه يعني بجد يعني بسطاني جدا ان انا بدات اعملها مؤخرا يعني، وبحاول ان انا اكتسبها كعاده، وهي فكره انه في نهايه كل يوم هكتب خلاصه قراءات اليوم. هشوف ايه الصفحات اللي انا قراتها النهارده من اي كتاب، وبعدين ان انا هبدا ان الخص الحاجه دي واشوف ايه الحاجات اللي اتعلمتها من الجزء اللي قريته. ميزه الموضوع انه انا بعد ما بخلص اي كتاب عاده بحاول ان انا طبعا الخصه، ففي تفاصيل كتير بتقع مني لان انا بكون الكتاب خد مني فتره على ما خلصته، ففي تفاصيل كده في كل يوم بتقع مني. انما لما في نهايه كل يوم اشوف ايه المواقف اللي انا عملت لها كورليشن ما بين الجزء اللي قريته في الكتاب والتفاصيل الصغيره اللي انا اتعلمتها والحاجات اللي انا استفدتها من الكتاب، الحاجات دي بجد بتتنسى لو انا ما كتبتهاش في نفس اليوم. فيعني حاجه كويسه بصراحه بدات ان انا اعملها مؤخرا يعني. وختاما، شيء حلو انك توثق وتدون رحلتك، لكن الشيء الاهم انك تخلي فيه رحله حقيقيه، انك دايما تسعى انك تبقى انسان احلى واحلى، وانك تتبسط بالرحله، انك تتبسط بالرحله في حد ذاتها وتتبسط بكل تفصيله فيها. وبس كده، شكرا على حسن استماعكم والسلام عليكم.